إيه اللي بيخلّيك تكرّر نفس الغلطة وأنت عارف إنها غلطة؟ ليه بتحس إنك عايش في دايرة مقفولة، بتدوّر فيها بس مش عارف تطلع؟ الإجابة مش في الناس اللي حواليك، الإجابة جواك أنت. في حاجة اسمها العقد النفسية، وهي اللي بتخلّيك سجين في تفكيرك. النهارده هنفهم مع بعض السجن ده إزاي اتبنى وإزاي نقدر نهدمه. الكتاب اللي قدامنا النهارده اسمه عقدك النفسية سجنك الأبدي، للدكتور يوسف الحسني. الدكتور يوسف كاتب ومعالج نفسي، وفي الكتاب ده بيكشف لنا حاجة مهمة جدا، إن معظم مشاكلنا مش سببها الناس ولا الظروف، سببها الأفكار والمعتقدات اللي اتزرعت جوانا من زمان. الكتاب بيتكلم عن 5 عقد نفسية أساسية، كل واحدة فينا عنده واحدة منهم على الأقل، وكل عقدة دي بتبني سجن جواك، وانت اللي بتقفل على نفسك فيه. بس الجميل إن الكتاب مش بس بيوريك السجن، ده كمان بيديك المفتاح. يلا بينا نفهم العقد دي واحدة واحدة. أول عقدة هنتكلم عنها هي عقدة النقص. تخيل معايا إنك طول عمرك حاسس إنك مش كفاية، مش حلو كفاية، مش شاطر كفاية، مش ناجح كفاية. كل ما تشوف حد تبدأ تقارن نفسك بيه وتحس إنك أقل منه. ده بالظبط اللي بيحصل مع عقدة النقص. مثلا أنت بتشتغل كويس وعندك إنجازات، بس كل ما حد يمدحك أنت جواك مش مصدق، بتقول لنفسك لأ ده حظ، أو هو بيجاملني. وفي نفس الوقت لو حد نجح حواليك بتحس بغصة، مش عشان أنت وحش، لأ، عشان جواك صوت بيقولك أنت أقل منه. العقدة دي بتتكون من الطفولة، لما الأهل يقارنوك بالناس أو يقولولك أنت مش زي فلان. طب إيه الحل؟ أول خطوة إنك تبطل مقارنة. كل واحد ليه رحلته الخاصة. ابدأ تشوف نفسك كإنسان مستقل، مش نسخة من حد تاني، واعترف بإنجازاتك الصغيرة حتى لو حسيتها بسيطة. عقدة النقص بتموت لما أنت تعترف بقيمتك الحقيقية. طيب خلينا ننتقل للعقدة التانية، وهي عقدة الخوف من الفشل. دي من أخطر العقد، لأنها بتشلك تماما. بتبقى عندك فكرة حلوة، مشروع، حلم، بس مش بتبدأ. ليه؟ عشان خايف تفشل. وبعدين تقول لنفسك طب ما أنا مش هبدأ أحسن ما أفشل. يعني مثلا عايز تفتح مشروع صغير، بس قاعد تفكر في كل السيناريوهات السودة. هيقولوا عليا إيه لو فشلت؟ هخسر فلوس، الناس هتضحك عليا. وفي الآخر سنة ورا سنة وإنت في مكانك. الخوف من الفشل ده مش حقيقي، ده خيال، بس الخيال ده بيبني ليك سجن حقيقي. الحل: غير علاقتك بالفشل. الفشل مش نهاية العالم، ده درس. كل الناجحين فشلوا مرات كتير قبل ما يوصلوا. ابدأ صغير، جرب، واقبل إنك ممكن تغلط. لما تبدأ تتحرك رغم الخوف، الخوف نفسه بيبدأ يصغر. السجن بيفتح لما أنت تاخد أول خطوة بره منطقة الأمان. العقدة التالتة هي عقدة إرضاء الناس، ودي واحدة من أكتر العقد انتشارا في مجتمعاتنا. بتلاقي نفسك بتقول أيوة وأنت جواك عايز تقول لأ. بتضحي بوقتك، براحتك، بأحلامك عشان الناس ترضى عنك أو تحبك. وفي الآخر بتحس إنك مش عارف نفسك إيه اللي أنت عايزه. مثلا صاحبك يطلب منك خدمة وأنت مشغول جدا، بس تقوله ماشي عشان ميزعلش. أو أهلك يختاروا ليك شغل معين وأنت عايز حاجة تانية، بس تمشي ورا كلامهم عشان ترضيهم. وبعدين بتحس بمرارة جواك عشان ضيعت نفسك في رضا الناس. الحل هنا صعب بس ضروري. اتعلم تقول لأ. مش كل طلب لازم توافق عليه، ومش كل توقع لازم تحققه. انت مش مسؤول عن سعادة كل الناس. لما تحترم رغباتك وتحدد حدود واضحة، ده مش أنانية، ده احترام للذات. رضا الناس غاية لا تدرك، بس رضاك عن نفسك ده اللي يدوم. بس في حاجة أعمق من كده، وهي عقدة الضحية. الشخص اللي عنده عقدة الضحية دايما بيلوم الناس والظروف. كل حاجة وحشة بتحصل هو يقول الدنيا ضدي، الناس بتكرهني، مفيش حاجة بتمشي معايا. بيحس إن العالم كله متآمر عليه. يعني مثلا مشروعك فشل،
تقول الناس خذلوني، علاقتك انتهت، تقول هي اللي غلطانة، شغلك مش ماشي، تقول المدير بيكرهني. المشكلة مش في الأحداث، المشكلة في إنك بتشوف نفسك دايما ضحية، وده بيخليك تفقد القدرة على التغيير عشان مش شايف إن عندك مسؤولية. الحل، اتحمل مسؤولية حياتك. مش معنى كده إنك تلوم نفسك على كل حاجة، لأ، بس اعترف إن في حاجات أنت تقدر تتحكم فيها: قرارتك، ردود أفعالك، اختياراتك. لما تبطل تلعب دور الضحية بتبدأ تلعب دور البطل، وساعتها بس بتقدر تغير. وده بيوديني للنقطة الأخيرة، وهي عقدة الكمال. الكمالية مش حاجة كويسة زي ما الناس فاكرة. الكمالية دي مرض نفسي بيخليك تدمر نفسك، بتشتغل على حاجة وفي الآخر مش بتخلصها عشان مش مثالية، بتبدأ مشروع وتسيبه عشان شايفه مش كامل، وتفضل تأجل وتأجل لحد ما الفرصة تتضيع. مثلا عايز تنزل فيديو على اليوتيوب، بس بتعيد التصوير 10 مرات عشان كل حاجة تبقى بيرفكت، وفي الآخر تزهق ومتنزلش خالص. أو عايز تكتب كتاب، بس تفضل تعدل في أول صفحة شهور عشان مش عاجبك. الكمالية دي مش معيار عالي، دي خوف متخفي، خوف من النقد، خوف من الفشل. الحل، اقبل إن مفيش حاجة كاملة، خلص شغلك بنسبة 80% وانزله، هتتعلم من ردود الفعل وتتحسن. الكمال وهم، بس التقدم حقيقة. لما تبطل تطارد الكمال هتبدأ تحقق إنجازات فعلية، والعالم مش محتاج منك كمال، محتاج منك إنك تبدأ. السجن الحقيقي مش بالحيطان، السجن الحقيقي هو الأفكار اللي جواك، العقد اللي اتزرعت فيك من زمان. عقدة النقص، الخوف من الفشل، إرضاء الناس، الضحية والكمال، كل واحدة من دول سجن لوحدها. بس كل ما تفهم عقدك كل ما تقدر تفك قيودك، والحرية بتبدأ من اللحظة دي، اللحظة اللي بتقرر فيها إنك تشوف نفسك بصدق وتبدأ تغير.